كان يدخل البيوت بصمت ويذبح العائلة كاملة وهم نايمين. اسمه الحقيقي حاتم كاظم الهضم، لكن الناس ما عرفوه إلا بلقب واحد بث الرعب في بغداد، أبو طبر، من مواليد الديوانية جنوب العراق، وكان ساكن في حي الدولة بالعاصمة. بدايته كانت عادية، رجل بسيط يشتغل في التجارة، لكن بعد ما خسر كل فلوسه في مشروع فاشل تحول إلى شيء ما يشبه البشر، شخص مستعد يقتل أي واحد لأجل المال، وأحيانا بدون سبب. يراقب البيت أيام ويعرف إمتى ينامون وإمتى يطلعون، وفي الليل يدخل من النوافذ أو الأسطح ماسك فاس صغير يسمونه الطبال، ويبدأ المذبحة. يقتل الأب، الأم، الأطفال، وحتى الرضع، وما يترك منهم أي أثر. أحيانا يتصل بضحيته قبلها بيوم بس علشان يخوفهم أكتر. لسنة كاملة بغداد عاشت رعب حقيقي، بس في يوم انكشف السر. الشرطة قبضت على أخوه سالم في جريمة سرقة، وبعد التحقيق اعترف إنه حاتم هو أبو طبر. داهموا بيته ولقوا طبر ملابس ملطخة بالدم ومجوهرات ضحاياه. حاول يدعي الجنون لكن ثبت إنه بكامل وعيه، وفي سنة 1976 تم إعدامه وانتهى الكابوس. أبو طبر ما كان مجرم، كان كابوس حي، غير شكل الخوف في العراق وخلى الناس يحطون أقفال حديد على أحلامهم قبل أبوابهم.